السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده هنعمل الكرنب او محشي الكرنب بطريقه سهله جدا وبسيطه، وهيطلع ان شاء الله معاكي مفلفل وطعمه جميل ومظبوط. اول حاجه هنقطع الخضره، بعد كده هنجيب الكرنب وهنبدأ نخلي الراس بتاعته بالشكل ده. وفي حلة على النار فيها مية مغلية هننزل بكمون وملح ومعلقتين من الحليب. طبعا الحليب بيساعدنا ان احنا نتخلص من الريحة الغير مرغوبة للكرنب. هنا هبدأ أسلق الكرنب واقلبه على الناحية التانية. بعد كده هحطه تحت مية باردة من الحنفية. تمام. وهنا بقطع البصل. بعد كده عندي حلة فيها زيت وزبدة. تمام. بعد كده هنزل بالبصل وهشوحه كويس جدا. بعد كده هقطع فلفل أخضر وهنزل بقى بثوم مفروم وهشوح كله مع بعضه. هنزل بقى بالتوابل اللي هي عبارة عن كمون وكزبرة. طبعا الخطوة دي مهمة جدا، نشوح التوابل. بعد كده هنزل بعصير الطماطم. هنزل بعد كده بالملح وهسيبها تتسبك. هنا الطماطم كانت اتسبكت. هنزل بالرز وعلى نار عالية هبدأ أقلب. وهنزل بعد كده بالخضرة وهقلب برضو. وهنا بقى هبدأ أحشي. هاخد كمية مناسبة من الرز وهحطها في الورقة بتاع الكرنب وهقفل كويس واحاول اخليه نضيف من بره ما فيهوش رز. هنا بقى هبدأ انزل الشوربة وهحرك الحلة بالشكل ده عشان الشوربة تنزل لتحت. وهسيبه يغلي على نار عالية لمدة 10 دقايق وهوطي عليه النار بعد كده لحد ما يكمل سواه. وده كان الكرنب. كان ما شاء الله مفلفل ولذيذ جدا. اتمنى تجربوه بطريقتي. انا سوزان محمد، سوس كيتشن مطبخ سو. اتمنى تدعموني بالاشتراك في قناتي على اليوتيوب ولايك وشير، والسلام عليكم.